السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة من مطبخ مروة. النهاردة هنعمل التورتية القمر دي، تورتية مقاس 18 بس بطريقة سهلة وجميلة، والتزيين بتاعها مختلف خالص، ما عملناهوش قبل كده خالص على القناة. طريقته عجبتني جدا وشكله حلو جدا. تعالوا بقى نشوف التورتية القمر دي عملناها ازاي، وزي ما طلبتم مني كل التورت ان شاء الله هننزلها بقدر المستطاع بطريقة الكيك بتاعتها. اول حاجه هنا عندي 3 بيضات، وهحط عليهم ربع كيلو دقيق اسبونج. انا بستعمل اسبونج ابيض، انا بجيب الشوكولاته نفسها اسبونج كلها ابيض، ولما بعوز اعمله شوكولاته بحط له معلقتين كاكاو. احط 3 بيضات اهو زي ما انتوا شايفين، واحط عليهم رشه فانيليا، يعني مش معلقه فانيليا، نص معلقه فانيليا صغيره كده من بتاعه الشاي، ومعلقه خل، وهحط عليهم ربع كيلو دقيق اسبونج فانيليا، وهحط عليه معلقه كاكاو. انا بحط على ال3 بيضات 300 جرام دقيق سبونج. يعني لو الدقيق السبونج ابيض بحط 300 جرام، لو انا هحط عليه كاكاو بحط 250، يعني ربع كيلو بزود ال50 جرام كاكاو. وبحط بصوا معلقة الشاي، نص معلقة صغيرة من بتاعة الشاي محسن جل، ممكن تستغني عنه تماما، محسن الكيك ممكن تستغني عنه. وبحط تلت كوباية مية، يبقى 300 جرام سبونج، معلقة نص معلقة محسن، تلت كوباية مية، 3 بيضات، مع نص معلقة صغيرة فانيليا. بس كده، وبحطهم كلهم بقى وايه، بضربهم في العجين كويس لغاية لما يبقوا كريمي، والقوام يرتفع ويعلى وكده. خلاص كده بقى احطهم في العجين بتاعي وهضربهم كويس جدا اهو زي ما انتوا شايفين كده. زي ما احنا شايفين كده، وحطيتهم بقى في العجين وهبتدي اضرب فيهم كويس جدا لغايه ما القوام يعلى كده ويبقى كريمي. وبعدين هحطهم، غلفت الصينيه بتاعتي كده بورق زبده عشان السور بتاعها مش عالي قوي. غلفتها بورق زبده من الجناب ومن الارضيه وايه، وهحط فيها الكيك بتاعي. طبعا مشغله الفرن من اول ما ابتديت في الكيك على درجه حراره 170، وهدخلها على الرف اللي في النص، بتقعد معايا حوالي 35 دقيقة. وبطلعها بقى وبسيبها، بغطيها كده، بقلبها على ورقة زبدة وبسيبها في الصينية بتاعتها لتاني يوم، او لو عاملاها على الاقل خالص بسيبها لغاية اما تبرد خالص لو عاملاها في نفس اليوم يعني. وبعد كده بقشرها زي ما انتوا شايفين كده، بقشر الارضيه وبقشر الجناب. طبعا ارتفاعها حلو جدا، قشرتها زي ما انتوا شايفين كده. وخلاص بقى هقسمها طبقات اهو. الكيك بتاعي هش جدا، معلقه المحسن بتخليه هش جدا، هي ما بتساعدش في ارتفاع الكيك قد ما هي بتساعد ان هو يبقى هش. قسمتها كده 5 طبقات، بس الطبقه الاخيره طبعا كانت زي ما انتم شايفين كده، فما بنرميهاش ولا حاجه، بنحطها نعمل بيها كبات اي حاجه يعني، بس مش هنحطها في الكيكيه. هنا حطيت زي ما انتم شفتوا كده كوبايه لبن، وحطيت عليها سكر، وضربتها شويه في العجين علشان ايه السكر يدوب. وبعد كده حطيت عليها كوبايه وربع كريم شانتيه خام، انا بستعمل الشانتيه المتحده اللي هو ريتش المتحده. وحطيتهم ضربتهم كده ايه مع بعض، زودت لهم حبه ميه لان لقيت القوام يعني تقيل اهو زي ما انتوا شايفين. زودت لهم حبه ميه حوالي يعني نص كوبايه كمان، وحطيت معلقه كريم باستري، وهقلبهم كده، يعني هضربهم بقى كلهم مع بعض لغايه لما القوام يبقى كريمي خالص، والكريم شانتيه قوامه يتقل جدا. طبعا الميه او اللبن اللي بنستخدمه لازم يكون ساقع متلج لازم. طبعا ضربته اهو زي ما انتم شايفين، ما شاء الله الكميه كبيره جدا، الكريمه ريتشي بجد تحفه. هزود لها بقى كاكاو خام كده واقلبها مع بعض تقلبتين، وارجع اضربها تاني لغايه ما يندمجوا مع بعض، علشان احنا هنعمل التورتيه كلها شوكولاته. زي ما انتم شايفين كده، حطيت بقى قطعه كريمه كده على البورد، وبعد كده ايه سقيت الكيك بتاعي شرب يعني، ده جناش ومتزود بميه، وسقيت الكيك بتاعي بيه وايه. وبعد كده حطيت الكريمه بتاعتي اللي ضربناها، وبعدين حطيت شوكليت شيبس، وحطيت نوتيلا. النوتيلا دي مسيحاها على حمام مائي بمعلقه زيت كده، وحطيتها في الحشوه، يعني بحشي شوكليت شيبس ونوتيلا. زي ما انتم شايفين كده، النهارده التورتيه دي برعايه النوتيلا اساسا، يعني تورتيه يعتبر تورتيه نوتيلا. زي ما انتم شايفين كل الطبقات كده، كل طبقة بسقيها، وبعد كده بحط طبقة من الكريمة، وبعد كده طبقة من يعني حبة من الشوكليت شيبس، وبعد كده النوتيلا. وخلاص كده كنت خلصت كل الكيكة. اخر طبقة سقيتها طبعا. وبعد كده هبتدي اجلس الكيكة بتاعتي زي اي كيكة عادية خالص، بجلس الكيكة كده زي ما انتم شايفين. التورتاية بجلسها بالكريمة بتاعتي، بس طبعا بعد ما حشينا لازم نضرب الكريمة ضربتين عشان ما تغلبنيش واحنا بنجلس، علشان ايه ما تعملش فقاعات هوا وكده.
اهو زي ما احنا شايفين كده. طبعا بجلسها وكل مره بروح اغسل السكريبر بميه دافيه زي ما متعودين، وانا بنفضه مش بنشفه، وبرجع اجلس بيه. بصوا هتلاقي سطح التورتيه نفسه ناعم كده واملس وجميل اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا هتفضلوا ايه لما تشتغلوا كتير يعني او تزينوا تورت كتير، هتلاقوا ايديكوا اخدت على كده على طول يعني. هتلاقوا تجليس التورته بقى في منتهى السهوله. طبعا جلستها وخلصتها ودخلتها الفريزر حوالي نص ساعه وطلعتها. انا هعمل الجناب دي كلها شوكليت شيبس، بس لقيت صراحه ان الشوكليت شيبس ما بيغطيش الجناب كلها، فبشرت شوكولاته زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليه، حطيت الجزء اللي انا عملته بالشوكليت شيبس يعني كملته ايه بالشوكولاته المبشوره دي علشان يداري الحتت الفاضيه اللي بين الشوكليت شيبس وبعضه يعني. وبعدين الباقي كله حطيت على الشوكولاته نفسها شوكليت شيبس، وابتديت يعني اعمل بيها الجناب، يعني اجلس بيها الجناب كلها. الجناب كلها اتجلست، يعتبر شوكولاته مبشوره وشوكليت شيبس اهو زي ما احنا شايفين كده. بجد العشاق الشوكولاته التورتيه دي كانت تحفه، والعميله يعني مش عارفه اقول لكم قالت فيها شعر، لان بجد بجد يعني طعمها كان رائع وشكلها كان جميل. هنا بقى عندي شوكولاته كده، دي شوكولاته دارك عاديه يعني مسيحاها على حمام مائي، حاطه لها يعني حاجه بسيطه جدا زيت، وفردتها كده على ورق الفاكيوم، ورق فاكيوم عريض يعني. وبعدين ايه، او ورق اللي هو الفاكيوم او الترانسفير يعني اللي هو الشفاف اللي معلوش اي رسومات. قعدت افرد فيها شويه حلوين كده لغايه ما حسيت ان الشوكولاته ابتدت تجمد معايا. خدتها وسبتها كده على القطاعه على جنب لغايه ايه اما تنشف. وبعد كده لميت بواقي الشوكولاته اللي عندي، بالصوت تلموها عادي خالص، الرخامه هترجع كأن ما كانش عليها حاجه. سبتها بقى لغايه اما نشفت زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى ايه اقطعها مثلثات، واحد واحد عكس واحد اهو. هيتقطع معانا مثلثات بمنتهى السهوله عشان هنزين بيها التورتايه بتاعتنا اهي. بصوا يعني طريقة سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. طبعا بقى حطيت عليها ورقة فاكيوم تاني ودخلتها التلاجة، بس حطيت عليها حاجة تقيلة من فوق علشان ايه الشوكولاتة ما تقوص. وسبتها لما ايه تجمد عبال لما نخلص التورتيه بتاعتنا دي. نوتيلا طبعا متسيحة على حمام مائي، عملت بيها دريبات كده على التورتيه بتاعتنا. وخدت بقية النوتيلا اللي عندي اللي انا مسيحاها حطيتها على بقية الكريمة اللي فاضت مني. وهعمل بيها الروزيتات، هتدي سميكة للروزيتا نفسها، تخلي الروزيتا نفسها حجمها سميك كده وما تسيحش بسهولة بتاعت الكريمة. وفي نفس الوقت هتديلها طعم حلو جدا وغني. بصوا ده الشوكولاته اللي احنا عملناها. بصوا بقى الروزيتات اهي بلفها ازاي واطلع بيها اهي. بس بحاول اعمل الروزيتات مش بعيده قوي عن بعض، لان الشوكولاته المثلثات ديت ايه يعني مش هتاخد مساحه بين كل الروزيتا وروزيتا. بصوا اهي مثلثات الشوكولاته حطيتها ازاي بمنتهى السهوله، سهله جدا وبجد بجد طريقه بسيطه في التزيين ومخدتش مني وقت خالص وجميله جدا. هنا بقى بقيه الشوكولاته المبشوره دريت بيها بقى الجزء اللي فاضي دوت بين المثلثات بتاعه الشوكولاته، وهعمل روزتية في النص كده. وكده كانت التورتيه بتاعتي خلصت معايا، ودوت الشكل النهائي. يا رب يكون الطريقه عجبتكم وتقدروا تستفيدوا منها. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.